ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. اكيد مفيش حد مبسوط او بخير عموما من اللي بيحصل الفتره دي. حقيقي الوضع صعب وعاجزين عن اي حاجه ممكن نعملها. الحاجه الوحيده اللي نقدر نعملها حاليا او اللي بنعملها في الواقع اننا نزعل او نفضفض بكام بوست على موقع من مواقع السوشيال ميديا. وللاسف المواقع مش بتساعد على انتشار اي بوست من النوع ده بسبب الخوارزميات اللي احنا بقينا كلنا عارفينها دلوقتي. حقيقة ان انا كنت محضر الفيديو ده بقالي فتره كبيره جدا يعني، بس نظرا للاوضاع اللي احنا محطوطين فيها الواحد مقفول حرفيا من كل حاجه عايز يعملها في حياته. فحاول تدعم القضيه بهاشتاج او كومنت او اي حاجه من النوع ده عموما. واهم حاجه ننشر الدعاء اليوم في كل مكان. النهارده هنتكلم عن الاونر 19. ده حرفيا من اقوى الموبايلات في الفئه المتوسطه، موبايل فعلا قوي من حيث كل حاجه. فكالعاده هنتكلم في كل حاجه تخص الموبايل ده، سواء بقى الكاميرا او البطاريه او اداء الموبايل. فصلي على النبي، ده اهم حاجه. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت حلو، ويلا بينا نبدا. ففي حاجه مهمه كنت عايز اتكلم معاك فيها قبل ما ادخل يعني ونتكلم عن الموبايل الجديد ده، وهو ان الموبايل ده داعم لخدمات جوجل بشكل رسمي. ابلكيشنز جوجل بشكل كامل موجوده على الجهاز ده عادي. بالنسبه للعلبه، فالعلبه فيها محتويات الموبايل بشكل كامل، مفيش اي تنازلات من الشركه في النوتة دي. فخلونا على طول نبدا بالديزاين. طيب تعالوا نتكلم على تصميم الموبايل. بالنسبه للظهر فهو مقسوم لجزئين. الجزء العلوي لظهر الموبايل عادي ما فيهوش اي انبهارات. الجزء السفلي فيه نقط او نقاشات بارزه بطريقه خفيفه جدا من ظهر الموبايل، وبيديك الوان مع كل انعكاس اضاءه حواليك. ماتيريال الاونر عموما سواء الفريم او ظهر الموبايل جاي من البلاستيك، هو يمكن من افضل البلاستيك اللي ممكن تمسكه في حياتك. الظهر هنا كيرف، وده السبب اكيد يخليك تحس ان الموبايل فعلا مسكته رهيبه في الايد، وده اللي هتشوفه فعلا في الاونر 19. ظهر هنا بيبصم عادي عكس موبايلات تانية كتير في نفس الفئه دي. احنا كنا بنشوف في الفئه دي ظهر من الجلد وحاجات تانية كتير مميزه الصراحه، بس ما علينا. وحده الكاميرات متقسمه لجزئين بارزين من ظهر الموبايل، لكن اكيد هنحل الموضوع ده بالجراب السيليكون الشفاف الموجود في علبه الموبايل. للاسف مش بيدعم شهاده مقاومه الميه والغبار، شهاده موجوده في موبايلات سامسونج بشكل كامل، واللي بدانا نشوفها مؤخرا في موبايلات شاومي الجديده. يعني الموبايل ده مش ضد الميه تمام، ودي تضحيه الحقيقه. طيب نشوف شاشه الموبايل هنا بتقول ايه. عايز اقول لك ان شاشه الموبايل ده حرفيا بنت ناس بطريقه غبيه، ده بشكل مبدئي نتكلم عنها كتير وبتاع، لان فعلا الشاشه هنا في حته ثانيه، ده هيحصل علشان نديها حقها. كشكل الشاشه حرفيا ما فيهاش ولا غلطه، شاشه كيرف مع حواف قليله جدا شبه مش موجوده اصلا، فاهم؟ الشاشه هنا اموليد كمان بفريش ريت 120 هرتز. طبعا 120 هرتز هتشوف سرعه خياليه فعلا لو انت بتسكرول، بس في معظم الابلكيشنز اللي انت هتبدا تفتحها في الموبايل ده مش هتوصل معاك ل 120 هرتز. يعني في ابلكيشنز انت لما بتفتحها وكده السوفت وير نفسه بينزل الفريش ريت ل 60 هرتز، فعلشان تاخد اقصى فريمات في اي ابلكيشن بتفتحه فلازم تخلي الفريش ريت على المانيوال، بمعنى انك تحدده على الوضع الهاي مش الدايناميك. ده تقريبا حصل من اونر لاجل توفير البطاريه. درجه سطوع الشاشه هنا بتوصل ل 1600 نيتس تحت اشعه الشمس، مش هتواجه اي مشكله تماما لو انت دايما بره البيت او تحت اشعه الشمس عموما. هتشوف الموبايل عادي لان فعلا رقم النيتس هنا كويس جدا. كمان داعمه لل HDR 10 بلس ومساحتها 6.7 انش. ارقام فعليا عاليه معتاده بشكل كبير جدا في الفئه السعريه دي. فبالنسبه للارقام مفيش اي اختلافات عن اي موبايل تاني موجود في الفئه دي. بس خليني اقول لك ان الموبايل ده فعلا من حيث الشاشه يتفوق عن موبايلات تانية كتير في الفئه المتوسطه. واحد هيطلع يقول لي طب ليه الشاشه دي بالنسبه لك جامده وبتاع؟ شاشات كيرف متواجده عادي، شاشات اموليد تقريبا موجوده في كل الموبايلات الفئه المتوسطه زي مثلا الريلمي 11 برو بلس والسامسونج جالاكسي اي 54. ليه الشاشه دي افضل منهم بالنسبه لك؟ مش فاهم. هقول لك يا معلم حاضر والله، بس خليني اوصل لك حاجه بسيطه، وهي مش بقول جامده وبتاع واتفوقت عن موبايلات تانية كتير في الفئه المتوسطه، ده مش معناه ان انا ماضي عقد مع الشركه وبتاع. انت عارف اكيد ان انا دايما او في كل فيديو تقريبا بقول لك على نقط الضعف والقوه في اي موبايل حرفيا بنتكلم عنه، وده بيحصل مني اكيد علشان كل حاجه تبقى قدامك واضحه. المهم خليني اقول لك الشاشه هنا مبهره ليه مقارنه بموبايلات تانية في الفئه دي. فكره ان الوان الشاشه في الموبايل مشبعه بزياده دي حاجه فعلا ممتازه من الشركه انهم قدروا يوصلوا او يعملوا حاجه زي كده. انت لو قارنت السامسونج جالاكسي 54 اللي هو وحش الفئه دي بالنسبه لي، عينك هتقول لك فعلا نفس الكلام اللي انت سامعه مني دلوقتي. شاشه اونر فعلا الوانها مظبوطه جدا، انت كمستخدم مع الشاشه دي مش هتتعب قوي يواجهك اي مشاكل. ففكره انك تتعب وانت بتشاهد مثلا محتوى على شاشه الموبايل ده فعلا مفيش الكلام ده، مش هتتعب اطلاقا. فاضافه ممتازه اكيد لو انت من الناس اللي بتصدع لما بتستخدم شاشه الموبايل. البصمه جايه على شاشه الموبايل بما ان الشاشه هنا اموليد، بصمه سريعه ومش هيواجهك اي مشاكل معاها. اما بالنسبه للمعالج بقى فهو جاي من كوالكوم وهو سناب دراجون 7 جين 1. بروسيسور كارقام كويس جدا، بس لما عملت مقارنه سريعه بينه وبين الدايمنست 7200 اللي هو موجود في الفيفو واي، الدايمنست اتفوق كارقام بنسب
بسيطه جدا. اداء المعالج عموما سريع جدا في الاستخدام اليومي، ابلكيشنز بقى بتفتحها وتقفلها او ابلكيشنز سوشيال، كل حاجه تبقى سلسه معاك جدا. ومع السوفت وير ده تحس معاه بسلاسه رهيبه، سوفت وير مستقر جدا، مفيش لاج انيميشنز ممكن يحصل معاك او الحاجات الغريبه اللي ممكن تشوفها في اي موبايل تاني، وتقريبا شبه واجهات كتير جدا من حيث شكل الايكونز وتنظيمها. سوفت وير ذكي جدا لانه بيديك اقتراحات بناء على الابلكيشنز اللي انت دايما بتستخدمها. ومن حيث الاداء فالاونر ينافس جدا في الفئه السعريه دي زي الريلمي 11 برو بلس والفيفو. ببجي هتشتغل معاك على جرافيكس الاتش دي ار وفريم ريت الترا، ووضع السموز هتقدر تلعب على اكستريم. مفيش اوبشن 90 فريم للاسف، علشان كده لو انت جيمر اتوجه للبوكو اف 5. اقوى بروسيسور موجود في الفئه المتوسطه هتلاقيه موجود في الموبايل ده، تقدر طبعا تلعب على 90 فريم، وتجربه الالعاب فعلا هتبقى اسلس من موبايلات تانية كتير في الفئه السعريه. مازال فعلا موبايل ثابت وجوده، ودايما بتكلم فيه بما اني بتكلم بقى على الفئه المتوسطه والكلام ده كله، علشان لو انت مهتم بالجيمر او مهتم بفكره ان الموبايل بتاعك يقدم لك افضل تجربه العاب، فالبوكو اف 5 هيكون الاختيار الامثل ليك. الصوت مونو مش ستيريو، صوت عالي ومجسم وكويس جدا الصراحه. الموبايل مش بيدعم مدخل سماعات ال 3.5 مللي، البطاريه هنا 5000 ملي امبير. وبما اني بتكلم في البطاريه فخليني اقول لك ان زي ما قلت لك في بدايه كلامي ان السوفت وير هنا بيحافظ على الطاقه بشكل كبير جدا، ودي من الاشياء المميزه الحقيقه اللي بيضيفها السوفت وير ده. سكرين اون تايم مش اقل من 5 ساعات في اليوم، مش سكرين اون تايم فيسبوك او واتساب او الكلام الخفيف ده، لا سكرين اون تايم جيمنج، فاهم؟ فلو انت استخدامك تقيل بقى والكلام ده كله ما تقلقش نهائي من بطاريه الموبايل ده، لانها هتقدم معاك جدا. سرعه الشحن بتوصل ل 66 واط، شاحن جاي في علبه الموبايل عادي، هيشحن معاك البطاريه من 0 ل 100% في اقل من ساعه الا ربع تقريبا. الموضوع ده كده هيختلف لو انت بتستخدم الموبايل ده وهو في الشاحن ولا لا. اما بالنسبه للكاميرات، الكاميرا خلفيه رئيسيه 200 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.9، كاميرا ثانيه 12 ميجا اف 2.2 كاميرا وايد، وكاميرا عزل 2 ميجا بكسل، سيلفي 50 ميجا بكسل اف 2.4. هتاخد تفاصيل كتير جدا في الصوره، وده بفضل ال 200 ميجا بكسل طبعا. كالوان ودايناميك رينج كويسين جدا، ومعالجه رهيبه بما ان المعالج هنا من كوالكوم. البورتريه تقدر تصور 2x ديجيتال بفضل السنسور الكبير اللي موجود في الموبايل. اونر كمان استخدمت في الموبايل ده اوبشن الاي اي او الذكاء الاصطناعي. ده اوبشن ببساطه كده بيديك الوان وهايلايتس في الصوره بزياده. اي نعم الصوره مش هتكون واقعيه قوي بس هتعجبك، فاهم؟ ودي اضافه الحقيقه ممتازه لانها هتطلع نتائج كويسه جدا. اما بالنسبه لكاميرا السيلفي فانت هتاخد افضل تجربه سيلفي في الاونر 19. السيلفي هنا بيعزز الوان الصوره بزياده، بس الواقعيه مش هتكون موجوده بنسبه كبيره، وده المطلوب في كاميرا السيلفي الحقيقه. يعني مش داخل دماغي نهائي فكره الواقعيه في السيلفي دي الصراحه. انا احيانا بيبقى مثلا في حبوب في وشي، فمش عايز الكلام ده يطلع في الصوره اكيد، واكيد الموضوع ممكن يختلف من شخص للتاني، بس دي وجهه نظري للموضوع. ما بحبش الواقعيه في السيلفي نهائي. بالمناسبه الكاميرا هنا مش بتجمل بزياده زي موبايلات تانية كتير في نفس الفئه دي. الفيديو تقدر تصور لحد 4K 30 فريم في الثانيه، والسيلفي كذلك برضه 4K 30 فريم في الثانيه. تعالوا بقى نتكلم في حته السعر. هتدفع كام علشان تجيب الاونر 19 يا معلم؟ في مصر النسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 18500 جنيه. طيب بالنسبه لعيوب الاونر 19 تعالوا نتكلم سريعا عليها كده. اول حاجه صوت السماعات مونو مش ستيريو، كنت اتمنى الصراحه ان هو هيجي من النوع ستيريو مش مونو. تاني حاجه خامات الموبايل، خامات الموبايل هنا بلاستيك مش ازاز ولا جلد ولا الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها في الفئه دي، فالمنافسين بكل تاكيد هيكونوا افضل في الحته دي. الموبايل كمان مش بيدعم كارت ميموري، وده اللي خلاص بقينا نشوفه مؤخرا من كل الشركات تقريبا، فده هنعتبره مش عيب لان الموبايل اوريدي جاي بمساحات عاليه. موبايل مش بيدعم منفذ 3.5 مللي لسماعات الاذن، موبايل كمان مش بيدعم شهاده مقاومه الميه والغبار، يعني ما تقدرش تعتمد عليه نهائي في حته انك تحطه في الميه دي خالص. مستشعر التقارب مش احسن حاجه، لا هو لسه محتاج تحديث بحيث ان هو يظبط شويه. فبس دي كانت كل العيوب اللي موجوده في ال19. طبعا هي مش عيوب كارثيه ولا حاجه، ده بالنسبه لنا. فبس كده ده اللي كان عنده اقوله لك النهارده. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت حلو، وبالمره وانت تحت طبعا هسيب لك كام فيديو كده تحت في الديسكربشن، بما انك مهتم بالفئه المتوسطه الجامد يعني، فانا اتكلمت عن اكتر من موبايل الحقيقه في نفس الفئه السعريه دي ممكن يعجبك، فهسيب لك كل ده موجود تحت في الديسكربشن، روح اتفرج عليه اكيد هيفيدك بنسبه كبيره. فبس كده اشوفكم الحلقه الجايه على خير باذن الله. سلام.